شارك تربح معانا، حاول تلقى الإجابة، معكم يبقى لقانا دين وعلم وثقافة. شارك تربح معانا، حاول تلقى الإجابة، معكم يبقى لقانا دين وعلم وثقافة. مع الناس مع الناس جرب حظك يمكن تربح، تتوفق وتفوز وتفرح. جرب حظك يمكن تربح، تتوفق وتفوز وتفرح. يمكن يومك يحلى معانا في برنامج مع الناس، يمكن يومك يحلى معانا في برنامج مع الناس. لا تخلو كتب التاريخ عن ذكر ملوك هذه الحضارات والممالك كقادة أجتاح والهند والسند. كما لا تخلو كتب التاريخ عن ذكر المدن التي اتخذوها مدنا وعواصم لممالكهم. وسؤالنا لهذا اليوم يقول: ما هي المدينة التي سميت بمدينة الملوك ولماذا سميت بهذا الاسم؟ يلا معنا نشوف إجابة لهذا السؤال مع الناس. ما هي المدينة التي سميت مدينة الملوك ولماذا سميت بهذا الاسم؟ مدينة الملوك اليمن. هي في اليمن المدينة؟ مأرب. إجابة خاطئة مع الأسف. السؤال يقول: ما هي المدينة التي سميت بمدينة الملوك؟ سبأ مدينة يمنية حاليا سميت مدينة الملوك. ما هي المدينة؟ اختيار. ما بش اختيار. ما هي المدينة التي سميت مدينة الملوك؟ حضرموت. للأسف إجابة غير موفقة وشكرا جزيلا. ما هي المدينة التي سميت مدينة الملوك ولماذا أطلق عليها هذا الاسم؟ مدينة مأرب. ما عنديش معلومات عنها. شكرا لك. السؤال يقول: ما هي المدينة التي سميت بمدينة الملوك ولماذا سميت بهذا الاسم؟ مدينة حزق. ليست هي الإجابة الصحيحة. شكرا جزيلا لك. ما هي مدينة الملوك ولماذا سميت بهذا الاسم؟ مدينة الملوك والله ما أعرف. شكرا لك. السؤال يقول: ما هي المدينة التي سميت بمدينة الملوك؟ مدينة الملوك والله ما أعرف. مدينة سميت بمدينة الملوك، يعني ليش سميت مدينة الملوك؟ لها سبب تسمية. لأنه كانوا أبائي وأجدادي يعني ناس سلاطين وملوك. من سلاطين القديم، من الناس القديمة. أي اسم المدينة؟ والله ما المدينة ما أعرف نهائيا. شكرا جزيلا لك. ما هي مدينة الملوك ولماذا سميت بهذا الاسم؟ أنا في اليمن ولا إيش؟ في اليمن طبعا. سبأ. لا. مأرب. ما. ماشي. حضرموت. تعز. إب. حجة. شكرا لك. السؤال يقول: ما هي المدينة التي سميت بمدينة الملوك ولماذا سميت بهذا الاسم؟ مدينة الملوك. مدينة الملوك حضرموت. أيوة. مدينة الملوك، مدينة سميت بمدينة الملوك، لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأن سكنوا فيها الملوك. أيوة، لأنهم يعني توارثوا الملك. فيها. أيوة، لكن ما هي المدينة هذه؟ يعني قد ربما مأرب
أو حضرموت. شكرا جزيلا لك. ما هي المدينة التي سميت مدينة الملوك ولماذا سميت بهذا الاسم؟ هل هي في اليمن ولا في اليمن؟ في اليمن أيوة. مدينة زبيد. مدينة زبيد. للأسف إجابة غير موفقة. ما هي المدينة التي سميت مدينة الملوك ولماذا أطلق عليها هذا الاسم؟ ما فيش اختيارات. ما بش. شكرا لك. السؤال يقول ما هي المدينة التي سميت بمدينة الملوك ولماذا سميت بهذا الاسم؟ مارب. أيوة. مارب. بحث عن مدينة أخرى. هي صلاة الحديدة، صلاة زبيد يمكن. زبيد. للأسف إجابة غير موفقة وحظ أوفر. السؤال يقول ما هي المدينة التي سميت بمدينة الملوك ولماذا سميت بهذا الاسم؟ المدينة اللي سميت مدينة الملوك أشياء أعظم. ما هي المدينة التي سميت بمدينة الملوك؟ المدينة اسمها حضرموت. حضرموت. متأكد من إجابتك؟ أكيد. لا حضرموت. خبر نهائي؟ خبر نهائي. للأسف إجابة غير موفقة. ما هي المدينة التي سميت مدينة الملوك ولماذا أطلق عليها هذا الاسم؟ لأني مدينة الملوك مدينة صنعاء. هي في اليمن بس مدينة لها اسم آخر. بس حضارة سبأ. مأرب. شكرا لك. السؤال يقول ما هي المدينة التي سميت بمدينة الملوك ولماذا سميت بهذا الاسم؟ مدينة مكة. مكة. هي مدينة يمنية. هي مكة. مكة. ما هي المدينة التي سميت بمدينة الملوك؟ غير مكة. غير مكة. ما إيش مدينة الملوك مكة؟ حجة. حجة. اسمع. ايش يا أخي؟ مدينة الملوك. مدينة الملوك. مدينة يمنية. ما مش عندك أي معلومات يا أخي؟ شكرا جزيلا لك. ما هي المدينة التي سميت مدينة الملوك ولماذا أطلق عليها بهذا الاسم؟ أعتقد أن المدينة اللي سميت بمدينة الملوك هي مدينة جبن اليمنية، وسميت ذلك نسبة للملوك الذين حكموها، ويعني ورثوا هذا الاسم من الملوك الذين كانوا يحكمونها وظلوا فيها. ما شاء الله عليك، إجابة نموذجية حصلنا عليها هنا من عند الأخت، ما شاء الله شكلها أستاذة، جاوبت إجابة نموذجية. مبروك عليك الجائزة مقدمة من دائرة الاستراحة والتحويلات. كل شيء في خلق الحيوانات فيه دلالة عظيمة على قدرة الله عز وجل. ففي خلقها إعجاز في النمو والولادة والتكاثر وكل تصرفات الحياة. وسؤال الحلقة يقول: ما هو الحيوان الذي يستطيع النوم لمدة 3 سنوات؟ يلا معنا نشوف إجابة لهذا السؤال مع الناس. السؤال يقول: ما هو الحيوان الذي يستطيع أن ينوم لمدة 3 سنوات؟ 3 سنوات. ما بش عندك؟ ما عندي 3 سنوات. ما بش. ما بين اسمعك. 3 سنوات ما أقدر. شكرا لك. ما هو الحيوان الذي يستطيع النوم مدة 3 سنوات؟ 3 سنوات. 3 سنوات. ما أدري والله. شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج مع الناس السؤال يقول: ما هو الحيوان الذي يستطيع النوم لمدة 3 سنوات؟ 3 سنوات. الدب. الدب هما. لا بس الدب القطبي. هما. متأكد من إجابتك؟ لا القطبي. الدب القطبي. هذا الشيء هذا الدب القطبي. حيوان يستطيع النوم لمدة 3 سنوات. أنا ما عرفت إلا الدب القطبي. وأنا كنت مثلك ما أعرف إلا يعني مشوه. شكرا جزيلا. ما هو الحيوان الذي يستطيع النوم لمدة 3 سنوات؟
يقدر يرقد 3 سنين. الكنغر. ايوه. إنه حيوان معروف. هذا قد خلفيتي يعني هكذا. هذا قد خلفيتي بعلمي يعني ما في. شكرا لك. السؤال يقول ما هو الحيوان الذي يستطيع النوم لمدة 3 سنوات؟ أنا ما أقدرش يحاول ينوم 3 سنوات. ما هو الحيوان الذي يستطيع النوم لمدة 3 سنوات؟ الدب القطبي. صراحة أنا أعرف. شكرا لك. السؤال يقول ما هو الحيوان الذي يستطيع النوم لمدة 3 سنوات؟ الحيوان الذي يستطيع النوم لمدة 3 سنوات. سؤال. أيوة سؤال. حيوان يستطيع النوم لمدة 3 سنوات، ما هو هذا الحيوان؟ تمساح. التمساح. للأسف إجابة غير موفقة. ما هو الحيوان الذي يستطيع النوم لمدة 3 سنوات؟ 3 سنوات. ما في شيء خلفية؟ شكرا لك. ما هو الحيوان الذي يستطيع النوم مدة 3 سنوات؟ الكسلان. مش الدب، صغير الدب. 3 سنوات يستطيع النوم. ايوه. يا اما الكسلان او صغير الدب. هذا ينام فصل الشتاء. فصل الشتاء هذا قد اي سنه؟ هذا 3 سنوات، شتاء وصيف وخريف وربيع. 3 سنوات متواصله. كيف تنام 3 سنوات؟ يمكن عمرها سنة. يعني من الأنواع هذه بس أي شيء. الذرة ما بلت ذرة. لا، إجابة خاطئة. السؤال يقول ما هو الحيوان الذي يستطيع النوم لمدة 3 سنوات؟ يستطيع النوم لمدة 3 سنوات. وهو يمكن حيوان. الدب. هو الدب. الدب. متأكد؟ متأكد. للأسف إجابة غير صحيحة. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. ما هو الحيوان الذي يستطيع النوم لمدة 3 سنوات؟ الحيوان يستطيع النوم لمدة 3 سنوات. شو الخفاش؟ ماشي. الدب. ماشي. التمساح. ماشي. ما هو الحيوان طيبا؟ مش عارف بدين كلنا دان كل ما فيش مجال. الحيوان ينام 3 سنوات. عير قدرة قدتين ومات. السؤال يقول ما هو الحيوان الذي يستطيع النوم لمدة 3 سنوات؟ السلحفاة. السلحفاة. متأكد من إجابتك؟ إن شاء الله. للأسف إجابة غير صحيحة. ما هو الحيوان الذي يستطيع النوم لمدة 3 سنوات؟ الخنزير. ماشي. إجابة خاطئة. في برنامج مع الناس السؤال يقول ما هو الحيوان الذي يستطيع النوم لمدة 3 سنوات؟ لا حيوان يستطيع أن ينوم لمدة 3 سنوات. أنا بحاول أقرب لك الإجابة وأنت تجاوب إن شاء الله. ها؟ طيب. حيوان يقدر ينوم لمدة 3 سنوات. شكله دايري هكذا، ايش يسمى؟ يعني يجي هكذا، يعني وصفه يجي كأنه بيتحلزن اي اسمه؟ الحلزون. إجابة موفقة من الوالد. اسمك؟ ها؟ الحلزون. متأكد؟ إجابتك مع الأسف إجابة صحيحة. مبروك عليك الجائزة حصلنا عليها من الأخ. ما شاء الله عليك يا عبد الله، حصلت على جائزة مالية مقدمة من دادي للصرافة 1000 مقدمة من شركة دادي للصرافة. ألف مبروك. حيوا الوالد. إن عالم الحيوان هو عالم فسيح مليء بالمعلومات والحقائق المدهشة.
فالحيوانات تنتمي إلى سلالات عديدة تنتشر في شتى بقاع الأرض. وكل سلالة تختلف من فئة إلى أخرى باللون والشكل والخصائص الجسدية كما تختلف في المسميات. سؤالنا لهذا اليوم يقول: ما اسم صغير الزرافة؟ يلا معانا نشوف إجابة لهذا السؤال مع الناس. الناس السؤال يقول: ما هو اسم صغير الزرافة؟ ما اعرف والله ما أعرف. تأكد من هنا ولا من هنا؟ ولا ما بش عندك أي معلومات ابدا نهائيا؟ نهائي. شكرا. الكذب حرام. شكرا لك شكرا لك. ما اسم صغير الزرافة؟ والله ما أنا داري. صغير الزرافة ما أنا. السؤال يقول: ما هو اسم صغير الزرافة؟ حيوان هذا، اسمه حيوان. اسم حيوان. ما هو اسم صغير الزرافة؟ عندك يعني معلومات هكذا؟ عندك خلفية؟ فاهم؟ لا متأكد؟ حاول. ما هو اسم صغير الزرافة؟ متأكد؟ متأكد. شكرا لكم. ها ايش قلت؟ الذرة. للأسف. الزرافة هذا الذرة اسم صغيرة. الزرافة هذا أيوة. اسم صغير الزرافة الذرة. يا أخي أنا أشكرك من كل قلبي، أنت أسعدتني اليوم. ما اسم صغير الزرافة؟ صغير الزرافة القعود. لا صغير الزرافة الله أعلم. صغير الزرافة الله أعلم. شكرا لك. السؤال يقول: ما هو اسم صغير الزرافة؟ اسم صغير الزرافة والله ما أدري. شكرا لك. في برنامج مع الناس السؤال يقول: ما هو اسم صغير الزرافة؟ ما بش عندك أي معلومات من الحيوانات ماشي. شكرا لك. ابن الزرافة ايش اسمه؟ من الزرافة فحل. اسمه فحل؟ إجابة خاطئة مع الأسف. السؤال يقول: ما هو اسم صغير الزرافة؟ ما هو اسم صغير الزرافة؟ ما بش عندك خلفية؟ لا. شكرا لك. ما اسم صغير الزرافة؟ السلحفاة الصغيرة هذه. الزرافة اللي رقبتها طويلة ابنها ايش اسمه؟ السلحفاة الصغيرة. لا السلحفاة هذا حيوان آخر. ما فيش معك أي معلومات؟ شكرا لك. ما هو اسم صغير الزرافة؟ ما فيش عندك أي معلومة؟ متأكد؟ شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسم صغير الزرافة؟ صغير الزرافة ما فيش أي معلومات خالص. السؤال يقول: ما هو اسم صغير الزرافة؟ ما هو اسم صغير الزرافة؟ ما هو اسم صغير الزرافة؟ عندك معلومات عن الحيوانات عن الثدي. ها؟ الثدي. الثدي. للأسف إجابة غير موفقة. شكرا لك. ما اسم صغير الزرافة؟ صغير الزرافة ايش اسمه؟ خيلف. أحسنتي وألف ألف مبروك. حصلنا على الإجابة هنا من عند أمنا سعادة من مسيك، وجائزة مقدمة من دادي للصرافة. ألف مبروك يا أم.